الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم الطحينه. انا قبل كده عملتها بمقادير تانية، يعني بطريقه تانية ومقادير تانية. المره دي بقى طريقه مختلفه شويه. كتير بيعملوها وبتبقى لما بيجي يعملوها بيحطوا دقيق. طبعا هي بتحط فيها دقيق، بس بتبقى بتحطي الدقيق بتبقي خايفه ان هو عشان الدقيق لسه بتحطيه ني، فبتبقي خايفه ان هو يكون مش صحي. يعني لما بتعمليها بتبقي مش عارفه ان هو ممكن يكون صحي ولا مش صحي. فانا النهارده هعمل لكم طريقه سهله مش هتتكلف كتير. ان انت بس هتجيبي توم كيلو سمسم، او ب5 جنيه سمسم. كوبايه هتطلع كوبايه زي دي كده. طبعا الدقيق والزيت عندك في البيت، هو مقاديرها كلها عندنا في البيت الا السمسم. طبعا ب5 جنيه سمسم بتعملك حوالي كيلو الا ربع، او من نص كيلو لكيلو الا ربع طحينه. هو المقادير بسيطه جدا ومش مكلفه. كوبايه سمسم، وكوبايه دقيق، وكوبايه زيت. طبعا الزيت مش هتاخديه كتير لان مش هتاخديه الكوبايه كلها، يعني انت مجرد ان انت بتحطي بس هتحتاجي تحطي السمسم على السمسم والدقيق، فهتعمليه القوام اللي انت عايزاه. مش هتحتاجي الكوبايه كلها. هي كوبايه وكوبايه وكوبايه معلقه كبيره ملح بتحطيها. هنشوف دلوقتي هتتعمل ازاي، وهتحط الملح ازاي، والدقيق هيتعمل مع السمسم ازاي، وهنطحنها ازاي، ونعملها في الخلاط ازاي. يلا معايا نشوف هتتعمل ازاي. ودي المقادير كلها اهي: كوبايه سمسم، كوبايه دقيق، وكوبايه زيت اهو من المقادير، ومعلقه ملح. يلا معايا نشوف هتتعمل ازاي. حط صينيه على النار، ويستحسن تكون تيفال يعني، او طاسه كبيره تيفال. بنحطها على النار لغايه ما تسخن شويه، وبعد كده بنحط الدقيق يتحمص هو والسمسم. بنحط الدقيق والسمسم مع بعض يتحمصوا، ومعاهم الملح، ويتحمصوا مع بعض، واقلبهم مع بعض لغايه ما الاقي ان السمسم بيطقطق معايا، يعني بيطقطق، والدقيق افضل اقلب فيهم لغايه ما الدقيق لونه يبقى لون السمسم. يتحمصوا مع بعض بحيث ان الدقيق يستوى وما يبقاش طعمه في الطحينه. هنقلبهم مع بعض لغايه ما اللون اللي انا عايزاه يبقى في الدقيق موجود، وهنشوفوا شكله عامل ازاي. وصلتها للون ده، تبقى توصليها للون ده اهو. يعني ممكن لو عايزاها اغمق شويه تغمقي شويه اللون بتاع الدقيق والسمسم. هتتحمص معاكي كده، بتسيبيها شويه بقى كده، تفرديها كده بعد بتطفي عليها شويه تبرد شويه. يعني مش لازم، يعني وانتي بتطحنيها لازم تكون سخنه معاكي عشان تطحن كويس. تسيبيها شويه تبرد، يعني حوالي دقيقتين كده، وتبداي بقى ايه تطحنيها في المطحنه. يلا معايا بقى نشوف هتطحن ازاي، وهيتحط عليها الزيت ازاي. تحطيها في المطحنه تطحنيها وهي سخنه، يعني هي مش هتبقى سخنه قوي، يعني بحيث ايه السخونيه اللي هي ايه تقدري تحطيها في المطحنه فيها. تحطيها في المطحنه تطحن، وبعد ما تطحن بقى نبدا نحط فيها الزيت. هنا هنطحنها وهشوف هتبقى شكلها عامل ازاي، هوريها لكم. على فكره ممكن كمان تعمليها بدل السمسم تعملي سوداني مفصص من القشر، وتتحمصيه مع الدقيق برضو، وتعملي طحينه سوداني بتبقى برضو حلوه قوي يعني. وممكن تخلطي بين السوداني والسمسم برضو بتبقى طعمها حلو برضو. هنا هنطحنها وهشوف شكلها عامل ازاي بعد ما تطحن. هفضل اطحن الكميه كلها، وبعد كده هنشوف لما نحط الزيت هيبقى شكله عامل ازاي. دي كل الكميه اللي انا عملتها. هبدا بقى احط لها الزيت، تبقى ناعمه اهي، بتنعميها خالص. وبعد كده بقى ايه نبدا نحط لها الزيت على حسب القوام اللي انت عايزاه، تقيله خفيفه على حسب انت عايزه ايه. يلا معايا نشوف هتتعمل ازاي. ابدا احطها في الكبه تاني كلها بقى كل الكميه،
واروح حاطه عليها الزيت. احط عليها الزيت، مش لازم كل الكميه يعني، احط حبه واجرب واضرب واشوف لو على حسب القوام اللي انا عايزاه، ولو لقيتها مثلا تقيله احط حبه كمان وهكذا. يلا معايا هنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. حطها وده قوامها. انت ممكن تقليه، ممكن تزوديه على حسب ما انت عايزه بمقادير الزيت اللي تتحكمي بيها بمقادير الزيت. هنا ده شكلها، ودلوقتي بقى اعبيها في برطمان وهتشوفي شكلها عامل ازاي. يلا معايا. لا بعد ما خلصت اهي، ده لونها ودي شكلها اهو. وده قوامها اهو، قوامها معايا اهو. بس طبعا هو قوامها مش هيبقى كده، لان احنا هنسيبها حوالي يوم بحاله، يعني 24 ساعة. 24 ساعة تسيبيها تختلط كل المكونات مع بعضها، يعني بمعنى بالبلدي كده يعني تعتقيها مع بعض. الدقيق يتخلط بقى يشرب الزيت مع السمسم. هتبقى حلوة وتقيلة، هتتقل معاكي، وهتبقى طعمها زي الطحينه بتاعت بره. دي شكلها ولونها غامق شويه عشان انا غمقت شويه، لان كمان انا استعملت سمسم محمص. ممكن لو عايزاه ناعم قوي السمسم تطحنيه في المطحنه العاديه بتاعت الخلاط العادي. وهنا انا بعد ما ضربتها في الكبه ضربتها في الخلاط. ممكن تضربيها في الخلاط عادي بعد ما بتطحنيهم، تحطي الزيت في الخلاط العادي. الخلاط هيكون يديكي نعومه اكتر ليها. تسيبيها تطحن كده، تتخلط في الخلاط كده حوالي 3 دقايق كده، تديكي قوام حلو. ده شكلها وده لونها اهو. وممكن لونها تفتحيه لو هتستعملي على حسب استعمالك للسمسم، ممكن سمسم ابيض. بتبقى جميله قوي لما بتعمليها، وبتوفر لك كتير قوي، خصوصا رمضان جاي. بتعمليها في السلطات اللي بتتحط عليها دقيق طحينه، زي سلطه البابا غنوج، سلطه الطحينه العاديه، سلطه بتحطيها في الفول للسحور او للفطار. بتديكي طعم حلو قوي، وكمان بتوفر لك كتير قوي. انت عارفه طبعا الطحينه بيبقى اليومين دول غالي، فهتوفر لك كتير قوي لما بتعمليها. هي هتبقى تعمل حوالي نص كيلو على كوبايه السمسم مع كوبايه الدقيق والزيت، هيعملوا حوالي نص كيلو طحينه. انت ممكن بقى تضاعفي الكميه لو عايزه مثلا كيلو او كيلو ونص على حسب ما انت عايزه واستعمالك في الشهر كمان، يعني هتوفر لك كتير قوي. ده شكلها، ويا رب اكون افدتكم وعملت لكم حاجه توفر للبيت اثناء كمان فتره اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين. رمضان دي من استعدادات رمضان، ان شاء الله هنزل لكم حاجات كتيره زي الزبادي والحاجات كلها اللي ممكن تعمليها في رمضان. انا نزلت لكم كمان العصاق، هتعمليه ممكن تعمليه وتشيليه في الفريزر، هيوفر لك كتير قوي في استعمالاتك لاي حاجه بتعمليها في رمضان. دي من ضمن استعدادات رمضان، وكل سنه وانتم طيبين.